الو. 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 يا محمود. يا سيد. يا حبيبي. امال انت جيت له بقى الصبح ليه؟ جيت له عشان العيال. جيت له عشان العيال يعني انت حبست البيت؟ مش على حاجه، انا جيت اطمن على العيال وجيت اقول له يا عم ناصر لو العيال تعبينك ولا حاجه. قال لي لا. قلت له طيب عادي خلي العيال. طيب موقف دعائي عشان لان مش راضيين يعرفوني. قال لي ما اناش عارف. ولما جيت النهارده اتصلت عليه قلت له طب هي فين علشان انا عايز اقوم لهم حمى. قال لي انا مقوم لهم حمى. قلت له انا مقوم لها بكر بسام. وانت يا عم عايز تقوم ماشي، بس سيبني ماشي مع الراجل اللي انا ماشي معاه، اه. وانت ماشي مع الراجل اللي انت عايز تمشي معاه. علشان انا عايز اشوف مراتي، بس انا مش عارف هي فين. كل ما اروح يعني انا رحت النهارده انت اتشدت وطلع ميتين امي. عايز تشوف مراتك بعد ما انت شهدت عليها؟ انا شهدت عليها فين؟ هي دي كده مراتك؟ هي فين شهدت عليها فين؟ هي شهدت عليها، هي بتقول لي اول ما رحت لها بتقول لي ده السيد شاهد عليا ومش عارف مين شاهد عليا مين شايل على مين يابا؟ انا علي. مكسر النهارده الدنيا في الاسم انا وهم واخواتي، وما رضناش نطلع من غير دعاء انجليزنا. احنا بنتكهرب بقالنا 5 ايام. اه. بقالنا 5 ايام بنتكهرب ودعاء معانا. النهارده امبارح ما شفتهاش وما سمعتش عياط عايده. قعدت اقول له فين مراتي؟ انتوا موتوا مراتي. مراتي في المستشفى. قالوا مراتك مش في المستشفى يا كس امك وما تسالش. وغموا عينيا ومغميين بقي ومعلقيني في الحديد من ورا خلفي، ومكهربين محمود ومكهربين ام شاه ومكهربين عبد الله ومكهربين حماد ومكسرين ظهر ابراهيم الصغير كان معانا. اه. كلنا وامي وابويا كلنا اسال عليا الحرام. ما كان في نفر في بيتنا غير عبد الله بن نجلاء ومحمود بن حماد. كله كان في الاسم. اه. ايه؟ قالوا بقول له فين دعاء مراتي واحنا طالعين امبارح الساعه حوالي من 6:30 المغرب. قال كله يركب. فالمهم ببص لقيت امي جاي. امم. لقيت بعدها واحده جايه لابسه نقاب بس مش معلهاش نقاب. بقول لها تعالي يا دعاء عملوا فيك ايه يا ماما؟ فين العيال؟ قالت لي انا نجلاء. قلت لها مالي؟ قالت لي مش قادر امشي. قعدنا. امال فين مراتي؟ فين مراتي؟ يقول لي ما تسالش يا ابني المتناكي، ما تسالش يا كس امك. يا عم عايز اعرف فين مراتي. اه. انتوا وديتوها فين؟ قال لي مالكش دعوه يا ابني المتناكي. اه. ركبونا عربيه خدونا على النيابه. نزلنا النيابه قعدنا في النيابه. لقيت رئيس النيابه بعت لمحمود دخل جوه. وكيل النائب العام يجي. اه. لقينا وكيل النائب العام جاي بيسال. قال له يا محمود انت ايه الخلاف اللي ما بينك وما بين السيد على الشقه؟ قال له ما فيش بيني وبين السيد خلاف على الشقه. اه. وقال كتير. قال له امال دعاء بتقول في بينه وبينها السيد خلاف على الشقه؟ قال له لا ده انا بيني وبين عبد الله في الدور الثاني خلاف على الشقه. وقلت ان الشقه اللي فوق ديت يا باشا ما اناش هسكن فيها. عشان ربنا قال له خش في شقتي وانا يا عم عادي اطلع اكحل البيت اللي فوق انا وانت ونظبطه اي تشطيبات، وانا ايه يبقى خفيف على مراتي عشان البيت اللي تحت واسع عليها ومش عارفه تنظفه كويس ايه، وخليك انت تحت ايه عادي. اه. دي كلام من ايه؟ من يجي سنه وانا قلت الدعاء عليه، ولا يجي 7 8 9 شهور وانتهينا من الحوار ده. اه. قال له طيب تعرف مين اللي قتل فاطمه؟ قال له والله ما اعرف يا فندم مين اللي قتل فاطمه. ايه؟ مين بيسأل مين؟ وكيل النائب العام بيقول له تعرف مين اللي قتل فاطمه يا محمود؟ ما هو ده اول واحد اتنادى عليه النهارده من ضمن ال 11 واحد. احنا كنا 11 واحد بنتعرض. اه. قال له مين اللي، وانا عمال اسال على دعاء. فين دعاء يا جدعان؟ انتوا هي في المستشفى، مراتي لسه والده بقى لها 90 يوم او 100 يوم. ولو كنت ضربت مراتي ضربه جامده زمانها في المستشفى بتموت. عرفونا عشان نعرف اهلها. يقول لي ما تسالش يا ابن المتناكي. لحد ما كلبشوني في المحكمه لوحدي في حته تانيه بعيده عن اهلي وعن اخواتي. وعمال اقول لهم فين طب عيالك مع خالهم. دول اللي طمنا عليهم. قالوا لي عيالك مع خالهم اه. وماضي عليهم. قلت طيب دول عشان عيال صغيره يمكن من البهدله والساعه اللي في الاسم ديت احنا كنا بيتحدف علينا ميه متلجه متكسره تلج فوق دماغنا. تنزل صب فوق دماغك ويقوموا مشغلين المراوح ويقوموا جايبين الست فيش ومعلقينك منهم. وما انتش عارف مين بيخبط في مين وعينيك متغميه. وامك بتنضرب ومراتك بتنضرب وابوك بينضرب واخوك بينضرب وكل الناس خلاص تنضرب وانت بتتكهرب. هتعمل ايه؟
وكل الناس بتقول دعاء. ما حدش بيقول دعاء. ازاي دي؟ دعاء جت بتقول السيد قتلها، بقول قتلت ايه يا باشا؟ ده بعدها بكام يوم قلت له مراتي ضعيفة عقليا، أنا عايز أروح، أنتوا بتلبسوا التهمة لمراتي. مراتي انضربت تحت ضغط يا فندم، كهربوني 3 أيام ومعلقيني خلف، يخلصوا كهرباء يعلقوني، يلاقوا الروح ردت فيا يجيبوني. أقول له، يقول لي مراتك بتقول اللي أنت خنقتها، اللي أنت دست على رقبتها وموتها. قلت له ما حصلش، ما هو ده ما حصلش. قلت له ما حصلش. قال له امال مين اللي قتلها؟ قلت له ما اعرفش، ومراتي ما تقتلش حد. وده من الاقوال اللي بروح استفسر النهارده، انا ماضي على 6 ورقات النهارده وبصم عليهم الست. وقلت له يا باشا انتوا متابعين القضيه دي الدعاء، انا هرفع عليكم قضيه. قال لي اعمل ما بدالوك. كان معانا محامي جوه، قلت له فين مراتي؟ يقول لي ما تسالش يا ابني، ما تسالش يا كسومه، انت تنفذ اللي بيتقال لك، تجاوب عليه بس. يعني اقول له طيب ماشي، طب انا عايز اعرف هي فين. يقول لي ما انت هتعرف اهو. يقول لي ها. ايوه بعدين كمل. يا ابني امبارح لما انا جيت السنه، لما خلصت لك بس الكلام ده الاول، فالمهم ايه، قال لي طيب ايه الخلاف اللي ما بينك وما بين محمود ده على الشقه؟ قلت له ما فيش خلاف، وكملت له القصه ديت ما بين عبد الله. قلت له ده الشقه ما بين عبد الله ومحمود، واللي حصل 1 2 3. قال لي طب ايه اللي هي مراتك كان لها شيلك فوق؟ قلت له شيلك ايه؟ قال لي شيلك كنب. قلت له انا عندي كنب وحاطط على شيلك. لو مراتي قالت ان لها شيلك فوق ممكن تكون طلعتها فوق. قام قال لي يعني ما تعرفش. قلت له ما شفتش، بس احنا ممكن يكون العيال طلعوا شيلك فوق ومراتي اكيد لها شيلك. كان هي قالت يبقى ما كذبتش. كان محمود جوه ساعتها بيتسال، قام قال لي طب اطلع بره شويه، ولقيت محمود طالع بيقول لي هي دعاء هي اللي تقتل بطه. قلت له دعاء مين؟ قال لي نقول شاهد، ومره يقولوا محمود، ومره يقولوا ده حد ما اعرفش مين، ومره يقولوا امها، ومره يقولوا ده، المره دي يقولوا دعاء. دي كانت اخر مره. قمت انا بطم عليه قلت له دعاء مين يا ابني؟ انت بترمي التهمه على دعاء، على الحرام من ديني ما انا سايبها. وقمت نادي للمحامي، قام قال لي يا بابا مراتك متصوره وانت هتسمع الكلام ده دلوقتي. قلت له متصوره امتى؟ قال لي امبارح وانت في الاسم. قلت له ازاي وانا ما اعرفش؟ قال لي وانت لازمتك ايه تعرف؟ انت هتسمع الوقت وهيتنادى اسم. لقيت شويه وقاموا مدهين اسم شهد، دخلت شهد، وبعدين شويه وقاموا مدخليني. قال لي يا الخلاف اللي ما بينك وبين محمود على الشقه اللي ادى الدعاء ان هي تقتل بطه. قلت له دعاء ما بتقتلش، دعاء لما بتعوز جرد الميه ما بتعرفش تملاها. دعاء عندها كيس زلال في رجليها. دعاء هبطانه لو شالت سلسبيله من هنا يا باشا 5 متر تهبط. لما بيبقى فيه ناموس في الناموسيه جوه في الناموسيه بتندى عليها سيد، تعالى اقتل الناموسيتين دول علشان ايه بيقرصوا العيال. يا بنتي اقتلهم، تقول لي مش عارفه. دعاء ابعد من كده، ما اطيب من كده، ما فيش. قال لي طب هي بينها وبين بطه اي خلاف؟ قلت له لا، ولا ده البطه ديت جت فطرت معانا امبارح، وبالعكس ده هي بتشيل عايده وبتقعد تهزر مع عايده الصغيره وبتساعد دعاء، بيهزروا مع بعض، بيسرحوا لبعض، بيضحكوا مع بعض. ده اليوم اللي قضوه مع بعض امبارح، اللي هم الكام ساعه اللي قضوهم مع بعض امبارح، وهيفطروا النهارده بس وكانوا هيروحوا. ايوه يعني يا سيد، وكلكم بتقولوا لا ودعاء، وانت دلوقتي بتقول دعاء لا. العفريت دخل عمل البت كده. ما انتوا كده يا جدعان ملبسين اختي في موضوع اكبر منها، اكبر يا منها. ابني يا ابن الحلال اسمعني، بكره بسام قال لي تعالى لي. قلت له تمام. قال لي يا بابا انت لو اعترفت وقلت انا اللي قتلها بيقول لك قتلتها ازاي؟ قلت له تمام. قال لي المطابقات اللي الدعاء قالتها هي اللي معمول بها الجريمه. قلت له يعني ازاي يا استاذ بكر وانا بكلمه النهارده؟ قال لي يا حبيبي تعالى لي المكتب. قلت له طب انا مش قادر عشان انا متكهرب وصوابع الاثنين ورمه، وجاي في عربيه وهم واخدين الموتوسيكلات، والموتوسيكلات في اسم الجنوب، وجينا لقينا البيت متاخد منه حاجات ومش عارفين نمشي. قال لي طب هتجيني امتى؟ قلت له على بكره اخر النهار اجي لك، بس المطلوب لدعاء اعمله. قال لي خلاص يعني امسك القضيه. قلت له امسك القضيه، ولو هم اهلها جابوا محامي ثاني يمسك القضيه ما تتخلاش، يعني انت خليك في مركزك زي ما انت، وهم يا عم ايه اللي ربنا يقدرهم عليه يعملوه، وانا اللي ربنا يقدرنا عليه انا اعمله. ومن جنيه ل 100,000 المليون ويظهر حقيقتها. قال لي يا حبيبي الحقيقه باينه هي، بس احنا دلوقتي عايزين ورق. ما فيش اي دي بقى اللي انت تقدر تفيدني فيه عشان
الله يخليك، هو ده المطلوب. ولو انت عملت كل الحيل هو ده المطلوب. تقدر تديني ورق ان دعاء عندها اي حاجه معاقه ذهنيا؟ لا يابا ما عندهاش إعاقة ذهنية. مش معاك هنا يا سيد. بلاش يا عم، انا ما بقولكش يا عم، انا مش عايز كده، انا مش عايز كده يا عم. بقطع الورق ده، خد احتفظ به انت. انا عايز بحاجه بس تأدي ان دعاء كانت تعبانه. هي طبيعتي مستغنى ما فيهاش اي حاجه. ما عندناش الحكاية دي، ده احنا سايق. طيب انا عايز حاجه تثبت يا محمود لكده عشان نخلي الموضوع يعدي. ولو ابو خليل طمعان في بارستين انا اللي هدفعهم له. لو عايز 100,000 انا هدفعهم له. لو عايز 200,000 انا هدفعهم له. لو عايز اي حاجه ويتنازل عن قضيته انا ادفعهم له. وامي باعت وخطاب دلوقتي قلت له انا عايز اطلعها. تعال شوف بنتنا فين وتطلعها زي ما دخلتوها. عايز اشوف بنتي. زي ما دخلتوها. لا زي ما دخلتوها طلعوها. يا محمود ايه انت كده يا ابني. احنا النيابه كانت بتحقق معانا، احنا كان بيحقق معانا اكتر من 5 جهات. طيب ما انت معنى اللي علمته النهارده يا ابا ان كان في هنا 5 جهات. شخص البت وصحتها وطلعوا فوق. بتقول ايه؟ مش بنت اختك اخذت البت وطلعت بقى فوق وصحتها من جنب امها؟ ده كلام ام البت مش كلامنا احنا بقى. صح؟ والله ام البت قالت كده، ولو في التحقيقات انت شايف كده يبقى هم كده، انما هو قال لها انت كذابه. قال لها انت كذابه. هي اعترفت على نفسها ان هي عملت كده. انت كذابه. ووكيل النيابه قال لها ما كانت قدامنا النهارده جوه، بس هي طلعت تذيع الحاجه دي في التلفزيون. وخد بالك ده اسم الظهور هيشده، لان هم كده بيلعبوا بالصحافه. احنا عايزين نخلص الموضوع يا عم محمود. انا ابو خليل اقدر اديله انا فلوس. نخلص الموضوع. ابو خليل اقدر اديله انا لاخر مره فلوس. اتصرف لو هبيع حتى من ارضي واديله دول عيالي. وانا قلت لوكيل النيابه لو انا بحبها ودعاء ما تقتلش يا بيه. هتدفع دية البيت؟ ها؟ هتدفع دية البيت؟ بتقول ايه يا هتدفع دية البيت؟ ادفع دية البيت تبطأ؟ يا عم ما انا بقول له لو هم يا عم عايزينها ادفعها لهم، بس يحلوا عن مراتي. لو مش هيحلوا عن مراتي يحلوا عن مراتي حتى لو هتاخد سجن مثلا شهر 2 3 سنة. بس عقوبة ماشي، بس ما يبقاش فيه سجن كبير. ما هو ده اللي الاستاذ بكر بكلمه فيه. انت يابا كلم 100 محامي. وانت بتحكي لوحدها. انت بتحكي لوحدها من جنب امها وطلعتها واجت من غيرها. خدتها منها وخدتها تنام. هتلاقي مني يا سهل. هتلاقي لا يعني تفتح سوا. يعني انت دلوقتي خدتها وهي من غيرها وهي يا محمود اسمع مني يا ابن الحلال، انا مش ضدك. وحياة اللي ما بيننا مراتي كانت عاشت معايا 20 سنة 25. صدقني انا حزني على دعاء على وربك ما يقل عنك وانا زعلان. احنا كلنا في النيابه النهارده قايلين دعاء ما تقتلش. حتى وكيل النيابه بيقول ازاي الطيبه الغلبانه دي قتلت بقى ازاي غيري؟ قلنا له هتغير منها ليه؟ هي مش مراتي. ثواني بس. هي بطه اخويا، خطيبه اخويا. بطه دي مش قاعده على طول معانا. بطه دي جايه زياره يوم هتفطر معانا هي وامها، وتاني يوم هيفطروا ويمشوا. ماشي انتم مازن عندكم ما في حد منكم في حد منكم. انت دلوقتي بتقول دعاء مثلا المحامي بيقول لك هي عملت 1 2 3 وهتدفع على نفسها. دعاء هتشيل بنت تخينه الدور الاول للدور الثالث ده لو انت او انت وانا مش هنشيلها يا ابني. ما شالتهاش. دعاء طلعت بقى فوق تسرح لها. تسرح لها كمان. ايوه اللي بتقولها حاجه. ايه بس دعاء هتسرح لعروتك فيها برضه يا جدعان. هو ده اللي انا سامعه يا حاج. انا لسه طالع النهارده وانا بطمن عليكم. انا لسه طالع النهارده ساعه لما كنت عند عم ناصر. وبعدين انا ما اعرفش، انما الحلقه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي متصوره امبارح. انا الناس لما انا جيت هنا مقابليني بيقولوا لي كان هنا قوات امن اكتر من 250 عربيه. بقول له ليه يا عم واحنا كنا مقاتلين الجنوب؟ قال لي يا عم الحاج كان هنا اقسم بالله محكمه بورسعيد وقفت امبارح ما اشتغلتش الفتره الصباحيه، عشان كده احنا تعرضنا فتره مسائيه. هو انت مستقل باللي انت عملتوه ده؟ بتستقلوا بيه يعني؟ مين اللي مستقل؟ عملت انا ايه بقى؟ قولي لي. يعني انت دلوقتي بتقولي لي عملت،
اقسم انا اللي عملت. الانتحالات اللي انتوا بتعملوه دوت، اوعى تفكروا الموضوع خلص، الموضوع ما خلص على كده. انتوا كلكم لا الموضوع ما خلص. وانا بص انت مقومه محامي وانا اقوم محامي مش اقل من اللي انت هتقوميه لمراتي. على كده. يدافع عنها مش ضدها. انت يا فندم ولو لها حق فسفوس 1% انا مش هسيبه. بس هي اللي اعترفت وانا لسه هروح لها واقول لها انت عملت كده. قالت لي اي. اقول لها لا عملت كده. قالت لي لا على الحرام من دين لو ابيع ارضي انا سايبها. وبنت اختك كلكم هي ضاع ما تعملش كده. انتوا عالم ظلمه ومفتريه منكم لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هياخدهم مش هتاخدهم الا عن طريق الاسم لما بنت تطلع. لا اله الا الله. لا اله يا ست احنا شفنا كتير يا ام محمود. انا عذر انا عذرك بس البطه دي برضه ماما. انا بقول لوكيل النيابه يا سياده النائب العام البطه دي معاها عايده عندها 9 شهور وسلسبيل عندها 2 و4 شهور ولا 2 و6 شهور لسه صغيره وما تعملش كده. لان دعاء ما فيش دافع بينها وبين بطه ان هي تقتل. وانا بكلمك اهو والمكالمه ديت اهو زمانها متراقبه كمان عشان تبقى فاهم. وبقول لك قلت له دعاء ما تقتلش فرخه ما تعرفش تذبح دبانه مراتي ما تقتل. قال له وطي صوتك انت بتتكلم باحترام. خلينا اتكلم معاك باحترام. مراتك الطيبه دي بقى اعترفت على نفسها ومثلت الجريمه. طيب قلت له ازاي تمثل جريمه؟ قال لي ما هي لو انت اعترفت ما بناخدش باعترافك بس لازم تمثل لنا الجريمه. ومراتك مثلت الجريمه. قلت له ازاي تمثل الجريمه؟ يعني ايه مثلت الجريمه؟ انا ما اعرفش بقى. لما جيت هنا قال لي كان هنا يجي 250 عربيه وكانوا بيندهوا عليها في ميكروفون ودعاء عملت كذا كذا كذا. بقول له ازاي يا عم منتصر؟ قال لي لان انا كنت واقف قدام الشاشه. قلت له شاشه يا عم منتصر؟ قال لي يا ابني امبارح الساعه 3 العصر من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر للساعه 7 المغرب تقدر الملح هنا ما ينزلش. تبص على الازاز الميه المعدنيه المرميه حوالي الطريق. بيقول له اقسم بالله احنا كنا بنقول يوم القيامه قامت يا اما انتوا الخمسه متم وجايين يدفنوكم في الارض. قلت له ليه يا عم؟ قال لي ما هم بيقولوا يا ابني كان الاول بيقولوا محمود وبعدين قالوا شهر وبعدين نشروا لحد الساعه 6 امبارح اتوقف اخبار محمود وشهر وقالوا دعاء. كيس كله كلام بيحوروا. انتوا بتتكلموا على ايه؟ انتوا لابس النفخ دوت. انتوا اللبه انتوا الانتظامه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. دي دعاء دي يا ام ريناد يا ام ريناد انا عذري. خلي بالك انا قلت لك غلاوه دعاء مش هتقل عن انت. لو انت يا غالي عندك دعاء ايراد غالي عند 24 دم وعيالي. انت بتستمع ثم ثواني. ربنا يعز البرايك ان شاء الله. الو يا محمود المهم بكمل بعدين. بس انتهينا على كده. قال لي دعاء اللي قتلت السيد. قلت له لا دعاء ما قتلتش وانا اقوم لها اكبر محمد فندم. قال لي اقوم لها 100,000 محمد بس دعاء اعترفت وهي اللي قتلت. قلت له والله مراتي ما تقتل. قال لي خلاص انت حر انبع على اقوالك وانا ماضي عنده اخد اعتراف زي ان انا قلت له مراتي ما تقتلش. وهتيجي كل ده قدامك اللي عاوز يابا تاخد المحضر اللي انا ماضي عليه انا واخواتي كلنا قايلين دعاء ما تقتلش من الواحد. ابويا عيط له ابويا عيط له امي النهارده اقسم بالله قالوا له دعاء ما تقتلش. قال لها طيب ازاي يا حاجه دعاء ما تقتلش بقى؟ الطيبه دي قالت له دعاء طيبه. قال لها الطيبه دي قتلت لازم تاخد. وقتلت عروسه عندها 15 سنه ونص. والله يا حاج احنا قلنا في حق ده كل ده مقسوم عليه. يقدر المحامي يطلع لك الاوراق دي كلها اللي قدام النائب العام دي عشان تبقى عارف وتراجع القضيه دي. فهتراجع اقوال السيد. انا ماضي على 6 ورقات واخويا ماضي اكتر من على 6 وامي. كل ده مش اقل من كل واحد 6 7 ورقات. وكل ده تقدر تجيب اكتر من 60 ورقه. بص المحفظه كلها شوف كلمه واحده فينا قالت دعاء قتلت كلمه. بص يا سيدي كلمه بحسابها كلمه بحسابها ان دعاء قتلت. بيقول لي انت توجه التهمه لدعاء ان قتلت. قلت له لا مراتي ما تقتلش. سيبك من اللي قتلت ولا ما قتلتش دلوقتي. احنا دلوقتي انت وانا ضد بعض. مش ليه يا صاحبي؟ ليه بقى؟ انا اختي كانت عندك. انا اختي دلوقتي في السجن لما تتعدم لما شكلها هتتعدم بسببك وسبب بنت اختك وسبب محمود اخوك
عشان انتوا عيله يعني ايه اللي خارج من اللي داخل منكم خارج. يعني انا لو انت حلفتني على 100 مصحف و30 يعني انجيل ما هصدقك من هنا لاخر الشارع. تمام، انا سايبك تتكلم وعلي مستمع لك، بس انا ماشي معاك للاخر. تمام، يعني انت عمال تقول هي البت ما بتعملش حاجه وبتخاف ومش عارف ايه وبتسوي وبتعمل وتسوي وبتعمل. ما جبتش ليه سيره بنت اختك اخذت البت وطلعت فوق وبعد كده دعاء طلعت لها. اشمعنى بقى دعاء 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 يوم ما جيت لها انا ما كنتش هنا يابا، انا كنت بصرف في موت الصبح. قالت لي اسمعني بقى، هو انت دعاني قال لي انت كنت بتعمل ايه؟ انا صحيت مرات الصبح اسمعني بالله قلت لها قوم فطر سلسبيل. طب اسمعني بس. قالت لي اتفضل. السيده محمود كلهم شاهدين عليا، حتى جوزك. قالت له ايوه حتى جوزي شاهد عليا. قال من كتر الضرب. اسمع بقى، وانا كنت معاكم بتضرب. لا قالت لي من كتر الضرب قال دعاء زيهم. تمام، وانا زي مين؟ ايوه قال لا انت قلت دعاء زي اخواتك، زي من كتر الضرب انتوا ضربتوه. قلت دعاء؟ عايز اقول لك على حاجه، يعني انت حتى سيبك من اللي انت عايز تدلع عليا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا قلت دعاء زي اخواتي ازاي من كتر الضرب ازاي؟ فهمني. من كتر الضرب انتوا ضربتوه وقالت بتقول دعاء زي اخواتك عشان تنجوا نفسكم. اقول دعاء هي اللي قتلت؟ اه ما فيش دليل واحد ابني في محضري. ما 6 ورقات واخويا 6 ورقات، كل واحد 6 ورقات، احسبهم كده يا عم الناس هتلاقي اكتر من 60 ورقه في المحضر. انا بقول لك اثبت ورقه واحده فيهم لفظ واحد، حتى جوز اختي حتى بنت اختي قالوا دعاء ما تقتلش. دعاء ما قتلتش بطه ولا تقتل. هم اللي مصرين ان دعاء قتلت، المحكمه اللي مصريه. طب احنا من طب انت كنت جوه صح؟ ايوه انا كنت جوه. كنت جوه في الاسم صح؟ ايوه طب انت انا ما كنتش بتقابل معاها ولا مع عمي، كل واحد فينا في اوضه، ما كانش نفر مع الثاني. حكى لك دعاء قتلت ازاي طيب؟ انا قلت لك اهو يا ابني. قال لي دعاء طلعت لبطه، خدت المشط والمرايه، راحت شدت بطه من شعرها وهي بتسرح لها، على اخرها خبطتها على الارض، وبعدين مسكت الاشرب وهي دايخه بطه، وقامت رايحه خانقه بطه ايه بالاشرب بتاع دعاء. فضلت حطت صبعينها الاثنين دول وصبعينها الاثنين دول عشان تشد الحبل، كانت هي دايخه، قامت ماتت. طيب انت تقول اشرب؟ قلت له ازاي يا باشا؟ هو في حد يعرف يعمل كده؟ ده دعاء غلبانه ما تعرفش اصلا تعمل كده، ده دعاء عشان تطلع السلم تصح. هي كان اشرب دعاء، مش حضراتكم اول ما طلعتوا كنت هتشوفوا الاشرب طبعا بتحبوها موت، كنت هتقولوا ده اشرب دعاء انت اللي عاملاها. لا اله الا الله، احنا لا لقينا اشرب ولا شفنا اشرب والله. امال ازاي طلعتوا؟ مش انتوا طلعتوا وشفتوا شايفين؟ هو انا قلت لك انا بقول هو اللي بيقول لي جابت كذا 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 وعملت 1 2 3 يا محمود افهموني، انتوا بتتكلموا ازاي؟ اخوك محمود بقول لك هم اللي قالوا لي كذا كذا كذا، انت بتقول لي هم قالوا لك ماتت ازاي؟ انا ما اعرفش هي ماتت ازاي لما هم بيقولوا. اخوك محمود كان بيزق الست اللي مش عايزه تروح تشوف بنتها. لا البصمات قال لهم ما حدش راح عندها عشان دي بصمات، عشان كل واحد ياخد حقه. حتى انا جيت اقول له يا محمود قال لي ارجع ورا، كانوا قاعدين مش عارفين اشرب دعاء، كله رجع ورا، ما حدش قرب له ولا عبد الله، حتى عم منتصر جه دخل قال له ورا، ما فيش حد دخل عندها. هو شرب الازاز بتاعها ده بص ابن حلال عشان يطلع الكلام ده كله احنا ضد بعض. تمام، ولا انت عم تيجي عند البيت تاني. تمام، عيالك خدهم من الاسم. امين يابا؟ خدهم من الاسم؟ ماشي عيال عندنا. ماشي يا عم. امين. كتر خير. ما كتر خير ايه؟ وانا لسه اشوف فتح الله ايه عشان